صباح الهنا والسعادة والسكر زيادة على كل متابعيني واخواتي وولادي الغاليين. طبعا اللي لسه جديد معايا، انا ام اسلام، قناة اسمها عزومة ام اسلام الف هنا، بترحب بيكم. طبعا لايك وشير ودعوة جميلة كده منكم بالخير. انا هنا مخزنة البسلة. طبعا احنا متعودين على تخزين ايه مثلا الخضار، يعني ما يجي ايه في ميعاده بنخزنه من السنة للسنة، بيبقى موفر جدا واحسن ما تجيبيه من السوبر ماركت ولا كده، بيبقى مكلف وغالي. فانت دلوقتي انا جايبه الكيلو ب10 جنيه، ما شاء الله جبت 4 كيلو، عملوا لي 8 اكياس، يعني بمعدل الكيس نص كيلو. طبعا انا هنا ما كترتش جزر عشان انا جوزي ما بيحبهاش بجزر كتير، انا بحطها بس طعمها. هنا بص ما شاء الله جميله جدا، ده غير اللي اتاكل يعني ما شاء الله. هو الكيس بالظبط نص كيلو. طبعا نسمي الله ونصلي على الرسول نشوف عملناها ازاي. هنا ما شاء الله كلوا نصها احفادي ربنا يبارك لهم. انا جبتها، ما تعملوش يعني ما تغلطوش غلطتي، وقت ما تجيبيها فصصيها في ساعتها. انا سبتها يومين ثلاثه، كنت تعبانه جدا ومرهقه فشلتها. فطبعا زي ما انتم شايفين قشرتها اصفرت ازاي. يلا مش اشكال بقى، ربنا يدينا ويديكم الصحه يا رب والعافيه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، واحنا كده كده بنخزنها للخزين العادي بتاعنا غير رمضان، بس هتنفعنا يعني. هنا بص انا افصص ومنى تاكل، انا افصص وانوش تاكل. يلا مش اشكال، صحه وهنا على قلبها. ما شاء الله رحت جايباها كده مفصصاها زي ما انتم شايفين، ولا حطيتها في ميه مغليه جميله جدا. وطبعا الاكل ده يا حبايب قلبي بيبقى بالنسبه لك في الايام اللي هي مش موجوده فيه فاكهه، ده مواسم، الخضار والفاكهه مواسم. طبعا موسم البرتقال ممكن تخزين البرتقال، موسم الجزر بتخزين الجزر، موسم البسله، موسم الباميه. فطبعا وهو كذلك، حاجات غير ان هي بتوفر لك، غير ان هي ما شاء الله بتلاقيها اكنك ببلاش. يعني ايه الكيلو ب10 جنيه؟ يعني انا عامله كيس بسله ب5 جنيه، كيس بسله ب5 جنيه. تعالي روحي اشتريه من السوبر ماركت، هتلاقي ما شاء الله في وقتها الكيس ب35 وب40، وكله جزر. فما شاء الله يعني اللهم بارك. الحاجات دي بتنفع جدا جدا، انا عرفت قيمتها لما السنه دي عشان انا كنت طالعه عمره. قلت لما اجي اخزن الباميه. طبعا عبال ما جيت كانت الباميه خلاص، كل سنه وانتم طيبين. فدلوقتي رحت جبت الكيس ب50 جنيه و400 جرام، وبصراحه ما عجبتنيش. اهو زي ما انتم شايفين اهي، انا عماله اكل شويه ومنى تاكل شويه انوش. هنا ما شاء الله اللهم بارك، عماله اتحايل على احفادي يجي يعملوا معايا عشان نخلص، برضو ما فيش فايده. منى بتاكلها، شايفين منى؟ ربنا يبارك فيهم يا رب وما يحرمنيش منهم، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. هنا انا خدت الصينيه في اوضه الاطفال بقى ولميتهم حواليا، هم شايفين الايادي. طبعا اي حاجه عايزه الايادي كتير، ما شاء الله اللهم بارك يعني. قعدنا نفصص واحنا قاعدين بقى. آه يعني جت قدامنا مشكله كده يا جماعه. واحده اتشكلت هي وحماتها. فليه؟ عشان حماتها قالت لها تعالي اعملي لي شقتي قبل رمضان. ليه وليه قالت لها كده؟ قلبت عليها وعملت معاها مشكله واتخانقت مع جوزها، وعملت حوار جامد جدا. هل يعني هو ده صح ان البنت تروح تعمل لامها وما تعملش لحماتها؟ ولا المفروض ان البنت تعتبر ان حماتها دي بالظبط بالظبط زي والدتها، المفروض تعمل لها وتساعدها وتتمنى لها الرضا ترضى. لان زي ما الشعراوي كان بيقول رحمه الله عليه، آه، دعوه الام في الكم ودعوه الحما في السماء. والحما دي مدياكي ما شاء الله راجل طول الباب، فاتح بيتك وغنيكي، ويعني ما شاء الله يعني المفروض اقل واجب ترد للام دي الجميل ان انت تحترميها، لان انت مسيرك يا مرات الاب تبقى حما. معلش انا عندي برد فحاسه ان انا مخنفه خالص. فنسيرك يا مرات الابن تبقى حما. ليه ما تعملهاش زي امك؟ ليه ما تقولهاش حاضر والصحه للدود؟ ايه يعني ما اروح امسح لحماتي، ايه لما اروق لها شقتها، يا اما افرش لها، سواء في رمضان ولا غير رمضان. ده حاجه كويسه جدا. النهارده الواحده بتتملع على حماتها وتقول لها لا ما اعملكيش، بعد حماتها بقى ما تتوفى وربنا يفتكرها تقول لها تقول يا ريتها كانت عايشت وعملت لها اللي هي عايزاه. طب ليه؟ هو بعد ما يروح المقبره بيبقى فيه سكر؟ لازم نتقي الله، نتقي الله في يوم هنقابل فيه ربنا. حماتك دي امك، تحاولي على قد الامكان ان هي تدعي لك دعوه جميله كده ربنا يكرمك بيها. وانا مش عايزه اطول عليكم، بس انا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات، هل يصح ان واحده
ما تخدمش حماتها وتقول لك لا بنتها اللي تخدمها. طب اللي ما عندهاش بنات تعمل ايه؟ هنا اللهم بارك كده فصصت البسله، وزي ما انتم شايفين كده، ولا احطها في ميه مغليه عشان مش هطول عليكم في الموضوع. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي قالت كده. طبعا انا ما جبتش جزر، وعندي الجزرتين دول، فانا بالنسبه لي مش محتاجه جزر، لان أنا جوزي ما بيحبش الجزر، يعني كمان بعد ما بسويها بيطلعه بالمعلقه، يعني ملوش فيه قوي، فانا حرام اعمله وارميها، ارمي الجزر يعني. انا كده كده بخزن جزر لوحده للعدس كده. فانا ما شاء الله هجرده زي ما انتم شايفين كده، واقطعه على البسله، طبعا بالتقطيعات اللي تريح. في ناس بتقطعه كبير، بتقطعه صغير، انا بحبه صغير جدا عشان برضو ما يبانش في البسله قوي. هنا ما شاء الله قطعته زي ما انتم شايفين، بقطعه كده وبعدين مقطعه صوابع، وافضل اقطع فيه بقى ما شاء الله لحد ما اخلص تقطيع. يلا صلوا على الحبيب المصطفى وانتم معايا، صلوا على الحبيب، القلب بيطيب يا ولاد. وطول ما انت بتعملي اكلك صلي على الحبيب المصطفى، توحدي الله، وما تيجي تدعي تدعي لاولادك ولامه محمد اجمعين. ما تفكريش في نفسك في كل حاجه، فكري في اللي حواليك عشان ربنا يكرمك. وكل ما تقعي في دقيقه ربنا باذن الله يطلعك منها بخير. ما حدش يقول انت بتدعي علينا مسلم، لا، في ناس كتير بيمر عليها ظروف ان بيحصل لها مشاكل بيقطع كده. فطول ما انت ربنا كرمك وبتعملي الخير وبتصلي على النبي وبتتمني الخير اللي حواليكي، ربنا باذن الله باذن الله بيرد لك الخير كله في اولادك وفي صحتك وفي محبه الناس. فدي نعمه من ربنا. مش عايزه اطول عليكم وترجعوا تقولوا مسلمه رغايه، بس انا عشان بحبكم في الله بحب اتكلم معاكم باي حاجه تعبانه. هنا ما شاء الله نقطع الجزر كله كده، ونبتدي بقى ايه نقلبه فوق وتحت عشان يبقى الجزر ايه في قلب البسله كلها. واتعب بالبسله على قد الطبخه اللي انت عايزاها. كل واحد له اكل، محدش يقول دي كتير، محدش يقول دي قليله، على قد اكلتك. كل واحد بيمشي على قد ظروفه وقد بيته. كده بنعبيها، تعبيها بقى بسلطانيه، تعبيها بكوبايه ازاز، تكيلي بيها براحتك. انت عارفه اكلتك وعارفه ايه اللي بتعمليه، بدل ما نعملها خساره ونرميها. لما لو طب عليا ضيوف ممكن اطلع كيسين، مفيهاش مشكله خالص. بس عندي كيس التلاجة انا لسه جايباها، هعمل مثلا سلطانيه وحبه، ممكن سلطانيتين على حسب. فلما تكون كده احسن ما تكون ماليه الكيس ويرجع اطبخها وتتكلف قوطه طماطم يعني وبصل وده كله، في الاخر ارميها. طب ليه؟ طب عليا حد على غفله، اهلا وسهلا وينور ويشرف. وقوم عامله ايه يا حبيب قلبي؟ عامله كيسين، عامله كيس ونص براحتك خالص. بس يعني ان ايه، حرام ان انا ابهدلها واعملها واطبخها وبعد كده ارميها. هنا ما شاء الله نطلع الهواء من الكيس ونربطه حلو ونفردها. ما تحطهاش في الفريزر مكلكعه، يعني ايه مكلكعه يا مسلم؟ ان هي تبقى مكببه كده. افرديها عشان لما تخش الفريزر الهواء يبقى التلج يبقى في جميع انحاء الكيس كله، يبقى البسله ما تبص منك. دي اهم حاجه، دي طريقه التفريز الصح. شايفين ناس تقول لي يا مسلم بنطلع البسله ومش عارفه بيبقى فيها ايه. بنطلع البسله يعني ما بتبقاش حلوه، بايظه فيها غامق وفاتح. ده السبب ان انت ما تفرديش الكيس حلو وما بتبططوه زي ما انت شايفه كده. هنا وترصيه بقى ما شاء الله ما شاء الله. صف البسله، بتيجي ترص الفريزر، في ناس عندها فريزر عندها صغير مثلا، او فريزر